زهير أوشن اللاعب المغربي يتقدم، فرصة لصالح فريق الاتحاد. الهدف الأول لصالح فريق أساريا. إذن زهير أوشن يسجل الهدف الأول لأساريا من علامة الجزاء بعد ركلة جزاء احتسبها الدولي عبد الباسط شهور. يتقدم لها زهير أوشن ويفتتح النتيجة في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الثاني واللقاء. إذن هنا الأجواء مميزة جدا. وهنا الإعادة لزهير أوشن، يلعب الكرة، يضع اللافي في جهة ويسجل ويضع الكرة في جهة أخرى. إذن هدف مقابل لا شيء. تتغير لوحة الأهداف مشاهدينا الكرام، والتقدم لأساريا بنتيجة هدف مقابل لا شيء. الهدف اللي جاء عن طريق المغربي زهير أوشن، هذا هو صاحب الهدف، صاحب هدف جميل أيضا في اللقاء السابق أمام فريق السويحلي. المرغني إلى معاذ عيسى، يلعب الكرة معاذ جديدة وركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد. إذن ركلة جزاء لأساريا وثم ركلة جزاء للاتحاد. أعتقد تفصل الركلة الأولى على الثانية أعتقد دقيقتان. ركلة جزاء هنا معاذ عيسى يلعب الكرة، وحكم اللقاء يشير إلى ركلة جزاء لفريق الاتحاد. إذن الاتحاد يتحصل على ركلة جزاء. إذن ركلة بركلة، وهنا تسديدة قوية صراحة. ونترك الحكم لذوي الاختصاص صراحة. إذا ركلة جزاء، وهنا طلال فرحات كابتن الفريق والتحفيز لأكيد الزملاء، والمهاجم معاذ عيسى هو من سينبر لهذه الركلة. يتقدم معاذ عيسى ويضيع معاذ. إذن يضيع، والهدف التعادل لصالح فريق الاتحاد. إذن المتابعة وهدف التعادل لصالح فريق الاتحاد. هدف الاتحاد وفريق الاتحاد يرجع بالنتيجة. إذن معاذ عيسى كاد أن يخفق، ولكن العودة من أحد اللاعبين. سنتعرف على صاحب الهدف مشاهدينا.